السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الدرس الجديد على قناتكم محترف الأندرويد. اليوم سنتعرف على خدعة في الإرسال رسالة في الواتساب، إيقاف لصديقك. أول شيء سوف نتوجه إلى الواتساب، نختار هنا الضحية، مثلا مثل هذا، ونضغط هنا نضغط على جهة الاتصال، ثم نختار هذا الكود، هذا الذي سأضع لكم رابط تحميله أسفل الفيديو. نضغط عليه وسوف يعلق معنا، قليلا. ننتظر إلى 5 دقائق أو 6 دقائق أو 5 دقائق على حسب. ننتظر أنه تتأخر كثيرا. وقد عدنا لكم مرة أخرى بعد انتظار طويل. أظن المدة تجاوزت 6 دقائق. لتأكدوا فقط انظروا الوقت، صارت 12 و13 دقيقة. نضغط هنا على إرسال، وهي مجرد أن نضغط على إرسال سننتظر أيضا بعض الدقائق. إنه كود قوي صراحة. سوف ننتظر. وقد عدنا لكم مرة أخرى. قد تم إرسال الرسالة بنجاح، التي دامت إلى دامت إلى 9 دقائق. أظن أن هذا الشخص الذي أرسلنا إلى هذه الرسالة سيذهب ليدعي علينا حياته كلها. المهم، أنت أيضا سيقف لك الواتساب عند دخولك. هذا هو المشكل الذي سيحدث له هو أيضا، وهو يجب عليه أن يحدث. أما أنت فقط أعد تشغيل الهاتف وستعمل معك جيدا وعلى ضمانتي. وهذا كل شيء كان في درسنا اليوم. لا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك للقناة ليصلكم كل جديد. ومن يريد مثل هذه مشاكل الواتساب أو خدع في الواتساب، ما عليه إلا التوجه إلى هذه القناة التي سأضع لكم رابط أسفل الفيديو. سوف تضع كل شيء خاص بالواتساب. إلى اللقاء في درس جديد إن شاء الله.